حدثني رجل أعرفه كما أعرف نفسي، وأعرف أخلاق هذا الرجل وكم يحفظ من القرآن، وأعرفه وهو خطيب مسجد وإمام مسجد، أعرفه وأعرف صدقه وحبه للخير. جاء يشكو إلي قضية قد استغرب منها. قال لي: يا أخي، لقد حل في أرضي نحل تعلق بشجرة، فلما نزل النحل بأرضي أردت أن أخذ هذا النحل لنفسي، ولكن خفت أن يطير وأن يذهب ولا خبرة لي في جمعه، فماذا أصنع؟ قلت: أستعين بالله وأخاطب هذا النحل المجموع على الشجرة، فقلت لها: أقسمت عليك أيتها النحل بالذي أوحى إليك إن كنت تعظمين الله ألا تفارقي هذا المكان. أقسمت عليك أيتها النحل بالذي أوحى إليك إن كنت تعظمين الله ألا تفارقي هذا المكان. قال: ثم انطلقت إلى نحال آتي به وأنا واثق بالذي قضى الله، فأتى النحال وجد النحل على الشجرة فجمعه إلى صندوق ثم ألحقه بنحله. وأما هذا الرجل الذي لا خبرة له بالنحل فقال له: نحلي خذه عندك، وإذا مر العام أو عسلت النحل أتيتني بالعسل. فلما مضى عام التقيت بهذا الشاب مرة أخرى فقلت له: يا أخي، ماذا حصل لك؟ قال: حصل أمر عجيب. قلت: وما هو؟ قال: مر العام فجئت إلى النحال قلت له: قد جعلت نحلي الذي أخذته من أرضي عندك، فأين العسل؟ قال: يا أخي، إن نحلك أمره غريب. قال: قلت له: ماذا؟ قال: إنه يتكاثر ثم يتكاثر في داخل صندوقه أو صناديقه ولا يخرج منه إلا القليل، يكاد لكثرته أن يقتل بعضه بعضا، وبقية النحل يخرج ويرعى، إلا نحلك هذا لا يخرج، فما الذي تصنع وما الذي فعلت؟ فأتى يسألني. قال: النحل على هذا الحال، فماذا أصنع؟ لأنه ما يخرج، إذا لا يوجد عسل، لكنه يتكاثر. قال: هذا الشخص يكلمني. قال: فعجبت حين أقسمت على النحلة أنها لا تفارق هذا المكان، فعظمت رب العالمين وبقيت على الشجرة، ثم عظمت رب العالمين وبقيت في مكانها وفي هذه الصناديق التي هي فيها لا تخرج، منفذة للقسم. فوعجبي كيف أن النحل يعظم الله واستجاب للقسم، وبنو آدم لا يعظمون رب العالمين. قال: لماذا أصنع؟ قلت له: اقسم عليها مرة أخرى وقل لها: أقسمت عليك أيتها النحل بالذي أوحى إليك أن تخرجي تسلكي سبل ربك ذللا، هكذا. ولا أدري ماذا صنع، ولكن بقي النحل يعظم الله. والله الذي لا إله إلا هو أن رجل اتصل بي وقال لي: يا أخي، امتلأ بيتنا نمل ذر، هل أقتله؟ قد ملأ الجدران وقد صار النمل كثير، ليس نمل، ملأ البيت كثير، ماذا أصنع؟ أقتل؟ قل له: أقسمت عليك أيتها النملة بالذي أنطقك لسليمان أن تخرجي وردي لنبأ. اتصل بي قال: أقسمت عليها فذهبت. وأما أنا بنفسي فقد والله امتلأ بيتي جداره نمل، وكان بجانب أهلي، فقلت لها: أقسمت عليك أيتها النملة بالذي أنطقك لسليمان إن كنت تعظمين الله أن تخرجي. ما انتهى القسم حتى اجتمع النمل كله رأسا واحدا، ثم سار من المنزل مع كثرته كأنه يسير سيرا في مسراب واحد.